الفيلم بيبدأ في أوكرانيا وبنشوف واحد اسمه ميكولا. ميكولا عايش في منطقة حدودية بين أوكرانيا وروسيا، بيعيش هناك مع مراته اللي من روسيا وحياتهم منعزلة تماما عن العالم. في يوم بيخرج ميكولا من بيته ويروح شغله في المدرسة. أول ما بيوصل بيسمع في الأخبار إن روسيا احتلت شبه جزيرة القرم، وده بيضايقه جدا، لكنه بيحاول يركز في شغله. خلال الحصة بيتعامل مع طلابه ومن ضمنهم ولد اسمه إيفان اللي بيتعامل معاه بطريقة وحشة، لكن ميكولا بياخدها بهزار ومش بيتخانق معاه. خلي بالك من إيفان ده لأنه هيكون له دور مهم قدام. في اليوم ده بتيجي مذيعة تعمل لقاء مع ميكولا ومراته عن حياتهم في المكان المعزول بسبب الحياة البدائية اللي عايشينها. المذيعة بتبدأ تتريق عليهم، لكن ميكولا مش بيهتم بالكلام ده وبيكمل حياته عادي. بعد المقابلة بيقضي وقت لطيف مع مراته وبيغني لها زي ما متعود دايما، وبعدها بينام. لكن الليلة دي كل حاجة بتتغير. فجأة قوات الجيش الروسي بيوصلوا للمنطقة اللي عايش فيها ميكولا لأنهم ناويين يحتلوها كمان. تاني يوم بيصحى ميكولا على الأخبار إن القوات الروسية احتلت منطقته بالكامل. بيجري على المدرسة وهو في حالة صدمة، لكن أول ما بيعرف اللي حصل بيقرر يسيب كل حاجة ويرجع البيت بسرعة. لما بيوصل بيلاقي جنديين روس ماسكين مراته بعنف وبيحققوا معاها بطريقة وحشة. بيحاول يتدخل وينقذها لكنهم بيضربوه هو كمان. واحد من الجنود بيدخل البيت وبدون أي سبب بيحرقوا بالكامل، وبعد ما بيقرروا يمشوا مراته مش بتسكت وبتحدف عليهم طوبة من الغضب، لكنهم بيردوا بوحشية وبيقتلوها في الحال. ميكولا بيقعد جنب جثة مراته مش قادر يصدق اللي حصل، الصدمة مسيطرة عليه تماما. تاني يوم بيجي جنديين أوكرانيين وبيلاقوه قاعد جنب مراته المقتولة. لما بيعرفوا إنه أوكراني وإن الروس قتلوا مراته بيتعاطفوا معاه وبيساعدوه في دفنها. بعد كده بياخدوه معاهم للقاعدة العسكرية القريبة. أول ما بيوصل هناك القائد بيعصب على الجنود لأنهم جابوا ميكولا، خايف إنه يكون جاسوس. لكن ميكولا بيقطع الكلام وبيقول إنه عاوز ينضم للجيش مش لأي سبب غير إنه يجيب حق مراته. القائد بيوافق، ومن اللحظة دي ميكولا بقى جندي في الجيش الأوكراني. لكن الحقيقة إن ميكولا ما عندوش أي خبرة عسكرية، مش بيعرف حتى يفك ويركب السلاح، فبيبدأ تدريبات مكثفة مع باقي الجنود عشان يتعلم كل حاجة. وبعد فترة القائد بيجمع كل الجنود وبيعلن إن قائد وحدة القناصة موجود في القاعدة وعاوز يضم جنود لفريقه. ساعتها القائد بيسأل الكل مين عاوز ينضم. ميكولا بيقرر ينضم لوحدة القناصين، وفي نفس الوقت جندية اسمها بود بتقرر تنضم هي كمان، ومعاها 2 جنود تانيين اسمهم كليم ودون. وأخيراً ميكولا نفسه بيعلن إنه عاوز ينضم، لكن قائد القاعدة بيتريق عليه لأنه أصلاً كان لسه بيتعلم يفك ويركب السلاح، فإزاي هيبقى قناص وسط واحدة من أمهر القناصين. لكن ميكولا بيرد عليه بكل ثقة وبيقول له إنه بقى يقدر يفك ويركب السلاح في أقل من 20 ثانية، وعلشان يثبت كلامه بيجيب سلاح ويفكه ويركبه قدام الكل في 18 ثانية بس. وقائد وحدة القناصين بياخد القرار فوراً إنه يضم ميكولا للوحدة. تاني يوم ميكولا بينتقل فعلاً لوحدة القناصين وبيبدأ تدريبات مكثفة، لكنه بيكون الأضعف وسطهم لأنها أول مرة يمسك قناصة في حياته. عشان كده لما بيجي وقت توزيع الأسلحة بياخد ميكولا أضعف سلاح بينهم، لكنه مش بيتأثر وبيفضل يتدرب بكل قوته ويثبت نفسه مرة ورا التانية، وده بيخلي قائد الوحدة يحبه جدا. الأيام بتعدي وبيجي اليوم اللي بيخلص فيه التدريب. القائد بيجمع الجنود عشان يهنيهم ويعلن ترتيبه، وهنا المفاجأة، ميكولا اللي كان في الأول مش بيعرف يمسك القناصة بقى الأول على كل المتدربين، وبكده أصبح رسمياً مؤهل إنه يشارك في مهمات ضد الجيش الروسي. بعد فترة ميكولا بيخرج لأول مهمة ليه مع زملائه في وحدة القناصين، وقائد الوحدة بنفسه بيكون معاهم. المهمة بتكون مراقبة نقطة تفتيش روسية ومستنيين اللحظة المناسبة للهجوم. لكن فجأة عربية بيعدي فيها راجل و6 أوكرانيين والجنود الروس بيوقفوهم وبيبدأوا يفتشوهم. هنا كان المفروض يلغوا المهمة، لكن القائد بياخد قرار بالهجوم وبيبدأوا يضربوا النار على الجنود. ميكولا بيقنص واحد ورا التاني لحد ما بيخلصوا عليهم وبيسيطروا على نقطة التفتيش. تاني يوم ميكولا بيكون في الوحدة وزملائه بيخرجوا في مهمة جديدة. لما بيرجعوا بيكتشف إن صاحبه كليم اتصاب. ميكولا بيروح يشوفه لكنه للأسف بيكون مات، وده بيأثر فيه جدا. بعد فترة بيطلع ميكولا مع القائد في مهمة تانية وبيكون دورهم زرع متفجرات في مكان معين واستدراج الجنود الروس عشان ينفذوا الهجوم. الجنود الروس فعلا بيمروا من المكان، لكن الصدمة ميكولا بيشوف وسطهم إيفان. ساعتها بيفهم إنه خان بلده وانضم للجيش الروسي. رغم الصدمة ميكولا ما بيترددش وبينفذ المهمة. في اللحظة المناسبة بيضرب مع زملائه على المتفجرات، كان بينفجر وإيفان بيموت هو وكل الجنود اللي معاه. بعد المهمة دي بيخرج ميكولا في مهمة جديدة مع قائد الوحدة، والمفروض إنهم كانوا بيراقبوا نقطة تفتيش روسية، لكن القائد بيكتشف إن عدد الجنود هناك كبير جدا فبيقرر ينسحب. وهنا بتكون اللحظة اللي بتغير كل حاجة. ميكولا بيشوف وسط الجنود واحد من اللي قتلوا مراته. في اللحظة دي الغضب بيعميه وبينسى كل أوامر القائد
وبيضرب نار عليه وبيقتله. بس ساعتها الجنود الروس اللي عددهم كبير جدا بيردوا بهجوم شرس، وبتبدأ معركة عنيفة. القائد نفسه بيتصاب إصابة قاتلة وبيموت قدام ميكولا. ميكولا بيكون مصدوم وحزين جدا، لكنه مش مستعد يسيب القائد بتاعه هناك، فبياخد جثته وبيهرب بيها وبيوصل للوحدة من جديد، وهناك بيودع قائده للمرة الأخيرة. بعد اللي حصل ميكولا بيكون محطم نفسيا، لكنه ما بيوقفش وبيقرر يكمل في الجيش علشان ياخد حق مراته وقائده اللي مات قدامه. بعد فترة القائد الجديد للوحدة بيقرر يخرج مهمة خطيرة جدا، والمرة دي ميكولا بيكون واحد من الأساسيين فيها. المهمة بتكون مهاجمة قاعدة روسية كبيرة، وميكولا وزمايله بيكون مطلوب منهم يقتنصوا أي قائد روسي يقدروا عليه. بليل الفريق بيتسلل للمكان وبيبدأوا يحددوا الأهداف، لكن للأسف الروس بياخدوا بالهم من وجودهم، وبتبدأ معركة قوية جدا. الروس بيضربوا بقوة، وميكولا وزمايله بيحاولوا يردوا عليهم بكل طاقتهم. وسط الفوضى بيحصل انفجار ضخم قريب من ميكولا، وبيتصاب إصابة جامدة، لكنه رغم كده بيكمل قتال لحد ما الفريق بتاعه بيقدر ينسحب من المكان بعد ما دمروا جزء كبير من القاعدة الروسية. بعد المهمة دي ميكولا بيكون بطل في الوحدة، لكن جواه لسه في نار الغضب، ولسه مش حاسس انه خد حق مراته بالكامل، وبيقرر انه مش هيوقف غير لما يمسح كل جندي روسي تسبب في الألم اللي عاشه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.